لو انت فاكر يا اسطى ان الحلقات اللي فاتت كانت غريبه فانت لسه ما شفتش حاجه. عد معايا. جوني سينس بذات نفسه مثل في الانمي ده خيانات زوجيه واعترافات بالحب، وواحد طلع النار من ايده وقلبت على تلج، وليله كبيره قوي. فالمطلوب منك تتفرج على الحلقه كلها وتقول لي رايك في الاخر. مع هيكري اللي بيراقب طباخ الاندومي بالشطه وبيعرف ان اسم البنتين ميونا وسانو، وبنروح بعد كده للمدرسة وبيبقى عندهم حصة طبخ، وبعد ما بيخلصوا بيبقوا لازم يدوا طبقهم للفرقة التانية تجربوا. فمانكا بتديله شوية الخنازير دول بس مش بيرضوا وبيزقوها فبتقع والطبق بيتكسر، وبيبقى هيكري رايح يتدخل بس الخرا ده بيتدخل قبليه. ليه؟ لأن أنا وكنت وأنا لسه على فكرة. وبيخليهم يعتذروا وبتخلص حصة الطبخ، وبيروح هيكري بعد كده يشتغل على الأجوشي بس بيلاقيها متكسرة، فعلى طول عارف ان الخنازير اللي عملوا كده، ومش بيستنى كتير وبيروح يديهم واحدة شاحنة شان، وبيروحوا لغرفة المدير وبيقول لهيكري يروح ومانكا بتروح معاه. فتشيساكي وإيساكي بيروحوا يصلحوا الأجوشي فبيشوفوا ان مكتوب عليها ساي وكانت هنا بنت له. فتشيساكي مش بتبقى عاوزة تقول لحد عشان لو حد عرف هتبقى غلطة هيكري في الآخر. وسبحان الله بيبقى تسوميجي ماشي وبيسمع كل حاجة فبيقول لهم غلط كده ولازم نقول لهم. فتشيساكي طبعا بتزعل وبتمشي وتسيبهم. وبنروح لميونا بتبقى قاعده بتكتب على الحيطه بتاعت السوبر ماركت نفس الكلمه بتاعت المره اللي فاتت، وبتيجي سانو بكل فخر بتقول لها انا دمرت الاجوشي، بس ميونا بتزعل منها وبتسيبها وبتجري. وبنروح لهيكري ومانكا في قاع البحر، وهيكري بيسالها انت ليه اديتيهم طبق السوشي اصلا، بس هما بيتكلموا بيشوفوا جوني سينس الغلابه وتقريبا نسي انه ما بيعرفش يتنفس تحت الميه، بس بيلحقوه بيودوه بيته. وكان لسه هيكري هيضربه عشان متجوز ومخلف بس بيشوف صوره مراته وبيعرف انها ميته. وبنروح لاخت هيكري وبتبقى عند هيروكا عشان تشحن النت، قصدي تشحن النار. وبنعرف من كلامهم ان ام ميونا كانت اصلا من البحر بس سابت القريه وطلعت فوق، ولما ام ميونا ماتت اخت هيكري كانت عاوزه تاخد مكانها وتتجوز جوني سينس، ورغم ان الموضوع يبان غلط بس انا الصراحه مش هتكلم على الحته دي عشان انت مش بتختار تحب مين. وبنروح لهيكري اللي بيبقى ماشي من بيت جوني سينس بس بيشوف ميونا وبتقول له انها اللي بوظت الاوجوشي، بس عشان هيكري عارف هي بتحس بايه ما كلمهاش ورجعوا للبحر تاني. اليوم اللي بعده بيروح هيكري عشان يعتذر منهم والموضوع بيخلص. بعد كده بيروح ايساكي يتكلم مع سانو بيسمعها كلمتين بيقول لها ما تعمليش كده تاني وبتوافق وبياخدها عشان تصالح هيكري. اليوم اللي بعده بتبقى تشيساكي بتدور على حلزون زي اللي لقيته مانكا في المره اللي فاتت بس مش بتلاقي، فبتمشي وهي ماشيه بتقابل تسوميجي وبتعتذر له عشان اللي حصل امبارح. بيقول لها ايه اللي حصل امبارح؟ هو في حاجه حصلت امبارح؟ يعني تراني كاريزما ما بشغلش بالي بالحاجات دي، يلا يا. بعد كده تسوميجي بيقرر يحشر مناخيره في اللي مالوش فيه وبيسالها لو كانت بتحب هيكري، واثناء ما تشيساكي بتقول له قد ايه بتحب هيكري وبتجري. استني بس يا بنت هفهمك، سيبيني في حالي يا شر. بعد كده بيروح المدرسه وبيعملوا فعاليات كده انا مش عارف ايه هي الصراحه، بس كل واحد بيبقى معاه واحده في حضنه وبيرقصوا، وسبحان الله بيبقى هيكري مع تشيساكي. ومانكا بتبص عليهم كده وبتبقى متضايقه لدرجه انها تكسر ايد الواد اللي معاها. يعني انا مش فاهم انت عاوزه استاذ بيضه ولا عاوزه هيكري ولا عاوزه مين؟ بعد كده بنروح لجوني، انا اعتمدت الاسم ده خلاص، وبيبقى عاوز ياخد اخت هيكري في كلمتين على انفراد. اوكي شكله كده جوني سينس هينزل فيديو جديد بالتوفيق ان شاء الله. بس للاسف راحوا كافيه وهناك تشيساكي قالت لعم جوني انهم لازم يسيبوا بعض، وبعد كده بتمشي وبنروح مكان شغلها عشان تلم حاجتها، وبتشوف ميونا وبتقول لها انها هتمشي ومش لازم تكتب على الحيطه تاني. بنروح بعد كده لهيكري في البيت والتليفون بيبقى بيرن. جميل عمر عمر ناقص اختبار ذكاء. عمر عايز اختبار ذكاء يعني. طب عايز ايه؟ اختبار ذكائي. اختبره يا حبيبي اعملها. انت عايز احنا اللي نختبره لك يعني. بس بتطلع اخته وبتقول له ان ميونا ما رجعتش البيت لحد دلوقتي، يروح يسال باشا البلد لو شافها في البحر ولا لا. المجموعة كلها بتتجمع وبيروحوا يدوروا عليها في كل حتة وبيلاقوها فعلا، واخت هيكري بتبدأ تعيط وبتعترف لعمو جوني بحبها. شكله كده لسه في امل اشوف الفيديو، مبدع والله يا جوني. وبنروح بعد كده لهيكري واللي بيقرر يقعد مع ميونا في المكان ده طول الليل عشان مش عاوزة تروح. وبيحصل اكتر موقف كرنج في الحياة كلها. هيكري بيسألها انت ليه بتقولي ان مفيش حد بيحبك رغم ان في ناس كتير بيحبوكي؟ فبتقول له لا مفيش وبتنط في المية، بس هيكري بيلحقها وبيديها واحدة هجمة مرتدة. وبتحصل برضو شوية دراما هنا على شوية هنا، واحنا مش جايين نعيط، انا عيطت على الانمي ده 70 مرة مش ناقصة هي. بعد ما بيطلعها من المية ميونا بتسأله لو هو بتاع عيال، والله انا مش بألف هي حرفيا قالت له كده. اليوم اللي بعده اخت هيكري بتروح السوبر ماركت وبتلاقي هيكري وميونا نايمين عنده وبيعيطوا شويه وانا غصب عني والله بعيط معاهم. اليوم اللي بعده بيروحوا المدرسه وبيبقى عندهم فعاليه قلع الهدوم تقريبا، وبنروح لاوضه البنات اللي بيبقوا بيغيروا. ثواني انت مستني ايه يا اسطى؟ مش هوريك الكلام ده طبعا، روح انت وشوف الكلام ده على ايه وهبقول لك. بعد كده بيروحوا تمارين السباحه وهيكري بيتحدى تسوميجي في السباحه، و100% اللي عايش في البحر اكيد هيكسب.
والله العظيم احنا حريم هم مغفر لك يا ابن الكلب يا واطي. يلا عار على مصر وعار على المجتمع المصري. فمانكا بتروح تلحق هيكري وبيروح المستوصف عشان تعالجه، بس هيكري بيبقى زعلان عشان خسر وبيقول لها تمشي وترجع الفصل. بس ايساكي بيرمي الزباله، بس بتطلع ميونا وسانو بيراقبوهم وبيتفقوا انهم يصلحوا الاجوشي اللي بوظوها. فعلا بيروحوا الاوضه يتجمعوا ويصلحوا الاجوشي، بس مانكا وتشيساكي بيتخانقوا، كل واحد فيهم بيمشي من طريق. وسبحان الله سومنجي بيقابل مانكا، واول ما بيسالها مالك بتبدا تعيط. بيعرض عليها انه يوصلها وبعد التوصيله بيمشي. اللي بعده بيروح الفصل وبيخلصوا الاجوشي، فالحماس بياخدهم ويقرروا انهم يعملوا احتفال كامل زي السنين اللي فاتت، وبينزلوا ياخدوا توقعات من الناس. ويكري بيبقى متحمس قوي وبياخد توقعات من ناس كتير، فايساكي بيستغل جماله وراح موقع واحده 30 مطلقه. تفهم يا ده ايساكي والله. بعد كده هيكري بيروح يحاول يقنع ابوه يعملوا الاحتفال. لا انت مستني ايه؟ خلاص كده. بيطلعوا بعد كده المدرسه وبيبقوا اقنعوا الخنازير خلاص وفاضل السمك، بس لما ابوه بيطلع يشوف الاجوشي بيقعد يهزق فيه ويقول له انت فاشل وصحابك فاشلين زيك. بعد كده الاوضه بتولع وكله بيبقى عاوز يضرب في التاني، وفي نفس الوقت اخت هيكري وعم جوني بيوصلوا، واول ما اهل البحر بيشوفوه بيقولوا له هو انت بقى اللي عاوز تخطف البنت؟ واثناء الخناقه للاسف الدميه بتقعد تتكسر. بعد كده اخت هيكري وابوها بيروحوا في نفس الكافيه عشان يتكلموا، بتقول له انا ماشيه وهتجوز جوني واعلى مفخله هركبه. بتروح بعد كده تلم هدومها وهيكري بيقرر يروح معاها، وبيعدوا على باشا البلد بيسالوه انت محتاج حاجه يا معلم؟ حبايبي ربنا يخليكوا، طريق السلامه ان شاء الله. بس بعد ما بيمشوا باشا البلد طلع غدار وبيرمي عليهم شويه نار بتقلب على تلج، شغل عالي يعني، وبيمنعهم يطلعوا، بيبقوا عاوز يحبسهم في البحر.